نتيجة يعني الظروف اللي تمر بها المنطقة هي عدم الاستقرار الوضع بشكل عام، ونتائجها دائما تكون يعني هي على الفئات اللي هي أكثرها هشاشة ومنها الأطفال. احنا يعني كدولة عندنا اتفاقية الحقوق الطفل، هي عالميا هي يعني هاي الاتفاقية اللي تشمل كل أطفال العالم، وإحنا العراق يعني مصادقين على هاي الاتفاقية، ومنظمة اليونيسيف تتابع وضعية الأطفال بالعالم. وإحنا نتحدث على الدستور، يعني ننزل من القانون الدولي إلى القانون الدولة، خلينا نقول منها أولا نبدي بالدستور بعدين ننزل إلى القوانين اللي تحكمنا. نشوف الدستور يعني الدولة تتكفل بحماية الطفولة، يعني معناها شنو؟ معناها المؤسسات اللي تقدم الخدمات للأطفال، يعني إذا أنا فقدت عندي الأب والأم أكو مؤسسات هي بديلة تعوضني على هذا الفقدان، اللي هي تكون يعني تتابع كل أموري سواء كانت من ناحية نفسية أو من ناحية خلينا نقول مثلا التعليم والحب والحنان والاحتياجات الأخرى. يعني يجب أن تكون البيئة اللي موجودة بمثلا إحنا عندنا بكركوك دار البراعم، يعني هذا الدار البراعم تكون تعوضني على هاي الأسرة اللي أنا يعني فقدتها نتيجة هاي الظروف. وبدنا نشوف يعني الظروف اللي تمر بها المنطقة، وأيضا يعني زادت من نسبة الأيتام بنتيجة الحرب، نتيجة الانفجارات، نتيجة الظروف اللي سواء كانت حتى حوادث وهالأمور. يعني لازم هذه المؤسسات تكون موجودة، ودا نشوف يعني هاي المؤسسات مثلا احنا عندنا دار البراعم للذكور بس ما عندنا للبنات هنا بكركوك، وهذا مشكلة. على مود هاي دا نشوف مع الأسف يعني كثير من الفتيات اليتيمات يتم زواجهم قبل 2003 كانت موجودة، ولكن مع الأسف الآن هي غير موجودة، وإحنا بأمس الحاجة إلها. بالإضافة إلى هاي مو فقط يعني يعني الظروف اللي تمر بها المنطقة، الأيتام مثلا إحنا عندنا أيتام الحروب، حتى بعض الأطفال اللي مثلا حتى ما عندهم مستمسكات، يعني هاي النقطة يحتاج إلى التفاتة. يعني إحنا نعمل كجمعية الأمل العراقية، إحنا شركاء مع منظمة اليونيسيف، دا نعمل على هاي المستمسكات واستخراجها، ودا نشوف حتى أيضا بعض الظواهر اللي بدينا دا نلاحظها، الأطفال اللي فقدوا الأهالي، أو حتى إذا كان الأب غير معروف الجنسية. صراحة يعني الطفل هو يكون ضحية، وإحنا دائما نقول الطفل يعني ينمو بهاي البيئة، ما دام ولد على هذا الأرض وولد بهالمنطقة يعني يستحق الجنسية العراقية، والطفل يدفع ضريبة الظروف اللي احنا نمر بها. وحتى دائما احنا مثلا نحكم على الأطفال من خلال سواء كان الاسم، يعني التمييز يبدي من البداية، يعني سواء كان على اسم أو الديانة أو يعني أي التمييز اللي موجود أو القومية. يعني والطفل هو شنو ذنبه؟ هو يعني وإحنا ما حد ما حكم يعني شنو يكون اسمه، شنو يكون قوميته، أو شنو يكون ديانته. بالإضافة إلى هاي اللي دا نشوف اتفاقية الحقوق الطفل، يعني بيها بعض الأمور، منها الأطفال لازم يستمتعون، يعني حق التمتع، يعني مثلا عندهم مساحات خضراء يقدرون يتحركون بها. بالإضافة لازم يكون عنده جنسية، ويكون عنده يعني هوية، ويفتخر بالاسم اللي موجود. لازم يعني بنفس الوقت يكون عنده حماية، يعني أولياء الأمور سواء كانت تحميهم أو المؤسسات الدولة. يعني نشوف بعض المرات القاضي يعني إذا شاف الولي الأمر هم قاسين مع الطفل، عنده حق القاضي هو يحكم.
يعني نريد احنا نرفع الوعي المجتمع بهذا المجال. يعني مرات اذا الفتيات اذا اكو يسمعون او اكو تزويج قاصرات لهم، اذا هم يعني بدون ولي امر او ولي امرهم دا يقسوا عليهم، يقدرون يلتجؤون الى احد، مثلا الى مراكز الشرطه او الشرطه المجتمعيه او حمايه الاسره. مثلا هم ما يريدون هذا الزواج، يريدون يكملون دراستهم، اكو يعني عندهم حلم. وأنا شفت كثير من الفتيات مثلا يمنعوهم من تكملة الدراسة لأن هي ما يتحملون مصروفها، أو مثلا يريدون هم يزوجوها هي قاصرة، أو يعني بعض التحديات المجتمعية اللي موجودة. نعم. يعني دا نشوف يعني يقدرون يلتجؤون، بس هم ما عندهم وعي، يلتجؤون للجهات الحكومية اللي موجودة. أنا أريد أكمل دراستي، أنا ما أريد أتزوج. يعني أو ولي أمري يكونون قاسين علي، يقدرون يلتجؤون لهاي الجهات الحكومية. نعم. ست سرود، قبل كان اكو قانون انه الطفل من يوصل عمر 18 في دار لإيواء الأيتام انه يطلع من الدار. نعم. هل هذا القانون ما زال قائما؟ نعم، لأن مثلا احنا نقدر نقول الى حد ما، اذا اتحدث على بعض المؤسسات اللي موجوده باقليم كردستان عن كركوك، لان عندنا احنا حالات دنحيله الى هناك، دنشوف يعني اكو مؤسسه يعني يسمحوا لهم لحد مثلا عمر 22 سنه. هنا لما يوصل مرحله البلوغ، يعني هو قانونيا الطفل لما يوصل يكون بالغ ويتعدى عمر ال 18 سنه، هو يعني يحتاج الى، ما زال يحتاج مثلا اذا راح على كليه، لان بعمر 18 سنه الطفل يلا يروح على الكليه ويصير بالغ، بس هم يحتاج مثلا على الاقل مأوى. يعني اتمنى يعني مثلا احنا مثلا بغداد عندنا دار المتشردين او المتشردات، ويعني احنا الى حد ما واقع مجتمعنا جيد. اكو كثير من العوائل مثلا اذا شافوا بعض الاطفال يقدرون يحتووهم. يعني واحنا عندنا هنا مثلا انا اعرف محاكم كركوك مملوءه بالاسماء العوائل اللي يريدون مثلا يحتوون اطفال، الاطفال اللي مثلا ما عندهم هويه، الاطفال الحديثي الولاده، مرات نشوف يرموهم. يعني اتمنى يعني بهذا المجال يكون الحكومة تسمح أكثر، خصوصا إذا أكو تحقيقات وشروط خاصة بالنسبة لهاي العوائل اللي يقدرون يضمون لهم هاي الأطفال. هو يكون هذا الشيء جيد. اللي أنا لاحظتها بإقليم كردستان مثلا بأربيل، دار البراعم أو الدار الأيتام موجودة بداخل دار العجزة. يعني هذول الكبار بالعمر يقدرون يحتوون هذول الأطفال. يعني شو أنا لما زرتهم شفتهم يعني يقروا لهم قصص، يحضنوهم، يبوسوهم، يعني يحتووهم، يعوضوهم على النقص اللي هم ما عندهم أو فقدوها. يعني هذا الشيء المهم اللي احنا هم نريده، نتمنى هم يعني محافظتنا كركوك تكون يعني بهالمستوى، لأن الأيتام يعني مو معناها هم يعني يكونون ناس لأن يعني ما عندهم أب، بالعكس يعني هم يمكن يكونون أحسن ناس، يعني باشر عقب يكونون أحسن الأسر، لأن هم فقدوا أسر يريدون يكونون أسر سليمة ويخدمون المجتمع. يعني بس هنا احنا نريد يعني نلفت انتباه الحكومة العراقية لهذا النقطة. احنا نريد عندنا يكون دار براعم جيدة ويا دار خلينا نقول الكبار بالعمر يضموهم مع بعض، أو دار العجاز. حتى مثلا كثير من الكبار العمر كانوا يقولون هذول الأطفال يعوضون على النقص. صحيح. لأن يحضنوهم يبوسوهم وهم بنفس الوقت، يعني هي شفنا بيها إيجابية من الجانبين. وأيضا يعني أتمنى من مجلس المحافظة الجديدة يلتفتون إلى هذا الجانب ويحاولون يضغطون على مثلا مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، يكون عندهم مشاريع بالمستقبل بهذا المجال، لأن احنا بأمس الحاجة لأطفالنا يتربون ببيئة سليمة
ويتمتعون بكل الحقوق اللي هي موجودة ضمن القانون، سواء كانت، وإحنا بحد الآن هم نفتقد إلى سياسة الدولة لحماية الطفولة، يعني نحتاج هذا الشيء. يعني أتمنى لو حتى على نطاق محافظة كركوك إذا كانت عندنا تحديات سواء كانت بالبرلمان أو يعني حسب الثقافات اللي موجودة هنا يرفضون بعض التطور، إحنا كمحافظة كركوك يعني نريد نتماشى مع خلينا نقول نواكب حقوق الإنسان وحقوق الطفل بالأخص بهذا المجال. أتمنى بالمستقبل يصير عندنا مشاريع بهذا المجال، ونشوف يعني بعض الظواهر السلبية اللي موجودة مع الأسف لحد الآن بالساحة الكركوكية، وجود أطفال على يعني خلينا نقول إحنا عمالة الأطفال بدأت تزداد، منها حتى ظاهرة التسول. يعني هذا الجانب صراحة تأثيراتها السلبية وبعيدة المدى. منها أيضا الأشغال الشاقة، يعني بعض الأطفال يعملون بعض الأشغال. صحيح القانون سمح ببعض العمل لساعات قليلة، مو خلينا نقول فول تايم يوم كامل، ولازم يعني هذا الطفل ما يحمل أشياء ثقيلة لأن يكون بمرحلة النمو، هذا يأثر مثلا على النمو على صحته. بالإضافة إلى الأكل السليم هي ضروري جدا للأطفال. احنا قبل كانت عندنا التغذية المدرسية، يعني التغذية المدرسية مثلا مع الأسف يعني بعض العوائل ماكو ذاك الغذاء السليم، لأن دا أشوف احنا عندنا يعني دا يترددون علينا هواية من الأطفال، لأن احنا عندنا مساحات صديقة للطفل. نشوف الظواهر النفسية. يعني ذاك اليوم طفل كان يقول لي هو يتيم، كان يقول لي هو يتربى ببيت عمه، كان يقول لي أبد ما أنسى عمي كان يحضن أطفاله بس ما يحضنني. يقول صحيح أنا تربيت بس يعني تربيت نقص حنان ونقص حب. يعني أتمنى لهذول اللي يعيلون أطفال اليتامى، مو هي فقط أنا ما أريد أكل وشرب ونوم، لا أنا أريد حب وحنان، لأن الطفل يحتاج إلى حب وحنان، وهاي لأن إحنا إنسان وإحنا بشر، الحب والحنان أهم من الأكل. ست سرور، يعني مرات العوائل اللي يتبنون الأيتام يستخدموهم يعني حتى يتسولون أو يعني للتسول أو لبيع المخدرات وإلى آخره. نعم. وهذه الحالات يعني شلون نعالجها، وإلى أي مدى مهمة إنه التواصل يكون مستمر مع هذا الطفل ومع هذا العائلة، ويعني الزيارات المفاجئة همنا كلش مهمة. نعم. احنا نرجع ونقول مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، هم هذه المديرية هي من أهم المديريات وأكثر تماس مع واقع المجتمع. لما الحق حضانة الطفل يكون لأي شخص سواء كان عم أو جد أو لأم أو حتى لأي عائلة، يعني لازم أكو باحثات اجتماعيات يترددون سواء كانت على المدارس أو على الحضانة أو خلينا نقول روضة أو حتى على البيوت، يشوفون شنو هي وضعية الأطفال. احنا نقول ليش بالخارج هم يسموهم يعني عندهم بيئة ملائمة للطفل، دائما اكو مساحات صديقة، يعني لكل مثلا 500 بيت اكو مساحة خضراء. مع العلم احنا نفتقدها، لان اطفال لازم يستمتعون ويتحركون، لازم اكو ضمن المنهاج التدريسي لازم اكو درس الرياضه، لازم يعني هالدروس الفنيه او الفنون حتى الاطفال مثلا ينمو عضلاتهم وينمو عقلهم، لان هاي من خلال هالدروس. يعني لازم اكو ضغط على وزاره التربيه بهذا المجال، واكو متابعه. اذا الباحثات بدأوا يترددون على البيوت ويشوفون نفسية الأطفال مثلا، حتى مثلا ذاك مرة كان عندي طفل يعني هو عمره يعني هسه تعدى 18 سنة، الأب هو توفى، زوجة الأب هي كانت تريد تزوج أختها
لهذا الطفل اليتيم، لأن هو كان عنده أموال ميراث من أبوه عنده بيته هاي، حتى هذا الميراث ما يطلع برا. يعني مع الأسف بدنا نشوف مرات يعني ماكو هذا البيئة الملائمة، لازم أكو متابعة حتى إحنا نريد يعني. وهذا الولد كان يبكي هو، يعني حتى أكو زواج قسري لهذول الأطفال، خصوصا اللي عندهم أموال. إحنا مثلا عندنا أموال القاصرين، ينحجز هاي الأموال لحد ما يبلغ أو يكون منه يكون وصي على هذا اليتيم، يعني يقدر يتحكم به بحدود، بموافقة القاضي أو بحدود معينة، حتى ما يأثر على مصلحة الطفل الفضلى اللي إحنا نفكر بمصلحة الطفل الفضلى. يعني وين يكون مصلحة هذا الطفل؟ مع الأسف بدنا نشوف يعني أكو ده يستغلون هذا الجانب وماكو متابعة، ماكو متابعة، وهذا اللي إحنا بدنا نفتقد له. نعم، إحنا مرات يعني إحنا كمنظمات إحنا نروح نجازف، ولما نجازف يعني تأثيراتها، حتى مثلا لما نروح ندافع على وحدة كانت يعني كان خلينا نقول الأبناء الأم من زواجها الأول كانوا يعذبون هاي البنية اللي كانت من زوجة أخرى، يعذبوها حتى وصلت إلى مرحلة التحرش. لما احنا دخلنا للبيت حجزونا، مع العلم احنا لا عندنا حمايه ولا هاي. كنا نريد الجوارين انطونا خبر. يعني يحتاج الى حكومه متابعه اكثر بهذا المجال، او يقدرون الان يتواصلون ويانا، لان الان بدينا نشتغل ويا الشرطه المجتمعيه حتى نقدر نتحدى هاي الظروف اللي دا تواجهنا. سرود، اليوم يعتبر اليوم العالمي ليتامى الحروب. نعم. ليش هذا اليوم اللي سموه بيوم العالمي ليتامى الحروب؟ وشنو اللي ممكن يقدموه، خلينا نحكي على كركوك والحكومة المحلية لكركوك بهذا اليوم اليتامى الحروب، شنو اللي راح يقدموه بما أنه هم عندهم يوم عالمي؟ نعم، اللي احنا نحتاجها الآن ليش هي صارت هذا اليوم؟ هي نتيجة الحروب، سواء كانت حروب أهلية أو حروب مثلا احنا عندنا داعش والأطفال اللي نتجت من هاي، أو نتيجة حالات الاغتصاب، أو نتيجة زواج قسري تم بهذا الوضع بدون أي مستمسكات. أولا عندنا أطفال هي بدون مستمسكات، نحتاج يعني هاي تكون مناشدة للحكومة المحلية الجديدة. نحتاج إلى مبادرة حتى نحد أو بأسرع وقت نعمل أوراق مستمسكات لهذول الأطفال. نحتاج إلى كثير من الأطفال اللي تسربوا من المدارس، نحتاج إلى إعادتهم إلى المدارس. صحيح. نحاول نحد من عمالة الأطفال اللي هي بدت كظاهرة، لأن هذول الأيتام بدوا هم يعيلون الأسر. يعني إذا الأب انفقد، هذا اليتيم هو قام يتحمل المسؤولية، بس هو لازم هو يلعب عنده، يعني يستمتع بهذا الوقت ويروح للمدرسة. لا بالعكس، هو يعمل وبدأ يتعامل مع الكبار، ويمكن ينتهكون حقه، وبالإضافة إلى الحقوق الأخرى هي حق التعليم وحق التمتع. يعني هاي الأمور اللي إحنا نحتاجها، ولازم إحنا نفكر حتى ببيئة، البيئة الملائمة للطفل، يعني من كل الجوانب، سواء كانت بالبيت أو بالمجتمع. نحاول نحد من الظواهر السلبية، يعني نحتاج إلى دعم نفسي أكثر لهذول الأطفال، لأن أنا شفت مثلا حالات تم قتل أبوهم أمام عينهم، أو ذبحهم، أو يعني صارت حالات عنف شنيعة، وهاي الصور بدت مطبوعة. كيف نحاول نمسح هاي الصور اللي انطبع بأدمغتهم، أو نحاول مثلا حتى الأطفال اللي بقوا من العوائل الدواعش، نقدر هذول يعني هاي الصورة النمطية المنبوذة لهذول الأطفال نحاول ينتمون للمجتمع أكثر، بدون ما تكون هناك هاي الصورة النمطية، لأن احنا ما نريد ننتج جيل جديد يعني يؤمنون بالقسوة والتمييز. يعني هذا مشكلة، لأن باكر عقبة النتائجها تكون عسيرة، لأن تمتد إلى 3 أجيال. كل حرب تأثيرها تكون 3 أجيال. يعني لحد الآن احنا نتائج حرب إيران، نتائج حروب أهلية، نشوف يعني تراكمات الحروب بواقع المجتمعنا يعني زادت،
على مود هاي نفسيتنا بدنا نشوف يعني اثرت وتركت صور بداخلنا، يعني يحتاج الى احنا نطلع. يعني مثلا لازم الشباب والرياضه يوسعون من المسابقات بين الاطفال او الرسم او الفنون. لازم يعني الحكومه توسع بالمساحات الخضراء بالمناطق. لازم التربيه والتعليم، يعني الكادر التدريسي هو يكون قدوه. اذا انا فقدت القدوه بالبيت لازم تكون موجوده بالمدرسه. لازم الطفل يحس بالامان لما يمشي بالشارع، مو يكون منبوذ او يقولوا له هو يتيم او يستغلوه. يعني مع الاسف يعني اكو هاي النوعيه من الاستغلال، او مرات مع الاسف يمسحون براسه ويقولوا له هذا يتيم. يعني الطفل يحس يعني بالدونيه يعني بهذا المجال. أتمنى يعني هاي الصور نحاول نمسحها، هي من خلال توفير البيئة الآمنة للكل، وأهمها المؤسسات الدولة اللي تكون كفيلة للحب والحنان اللي فقد بالبيوت، حتى تعوضها بالمؤسسات الدولة. يعني مرة كنا زرنا دار الأيتام اللي موجودة هنا، شفت الطباخة يعني حتى نشوف نوعية الأكل اللي يطبخوها، شفت طريقتها وأسلوبها صراحة، يعني حسيتها هي يعني حتى لما خلت الأكل إلنا يعني حسيتها يعني بكل حب انطتنا وبكلمات طيبة. يعني أتمنى يعني هالنماذج يكونون قدوة، لأن مو أني فقط هي طباخة فقط تطبخ، لا، مرات أكو أشياء يعني لا يعني غير ملموسة. هاي الغير الملموسة هي أهم من الملموسة. لأن دائما أقول مو الملابس الزينة والأكل الزين، مرات يعني شفت ناس تحت خيمة ياكلون، يمكن أكلهم كان أكل بس مي وخبز، بس شفت أكو حب وحنان. أكو ناس دي يعيشون بالقصور يفتقدون إلى هذا الحب والحنان. هي المكان، يعني دائما إحنا نقول الأسرة أو البيت. ليش إحنا نسمي أسرة وبيت؟ لأن أكو حب وحنان. هاي اللي إحنا نحتاجه. إذا قدرنا نعوضها بيها بالمؤسسات الدولة، صراحة كثير من الأيتام يلتجؤون هناك. هذا اللي احنا نحتاجه. وبنفس الوقت نحتاج يعني نحتاج تكملة دراستهم، متابعة من الكوادر التدريسية. إذا الطفل خصوصا إذا نعرف هو بدأ يعني هو يتيم وطلع من المدرسة تسرب، لازم يتابعوه ليش. بنفس الوقت نحتاج يعني متابعة هذه الأسر، الأعمام لما يكونون أوصياء على الأيتام نحتاج صحيح. إلى متابعتهم. نعم ست سرود، يعني همني إلى أي مدى مهمة أنه يتم متابعة دار الأيتام ودار إيواء الأيتام، لأن مرات نسمع يعني ناس يقولون أنه يتعرضون لانتهاكات خطيرة. هل هذا صحيح؟ صراحة ما أتصور يتعرضون إلى انتهاكات خطيرة. أنا أتحدث على محافظة كركوك، لأن أنا أعرف مديرهم ومن أحسن الناس اللي موجودين، ونفتخر عندنا هيك مدير موجود هناك. بس نحتاج يعني يحتاجون إلى كوادر أكثر، يحتاجون إلى كادر تدريسي، يحتاجون إلى خفر، يحتاجون إلى أن يكون يعني مع الأسف يعني من أقل الدوائر يعني مهتمة بها الدولة، اللي هي نقول المديرية العمل والشؤون الاجتماعية، وخصوصا هاي المؤسسات اللي تحمي الطفل أو تحمي المرأة. يعني ما عندنا كادر إلهم. مثلا يحتاجون إلى مبيت، مثلا باحث اجتماعي يكون مبيت وياهم أو باحثة، نفتقد إلهم. نفتقد يعني إلى هذول الموظفين ما عندهم أي امتيازات، رواتبهم قليلة، يعني وبالإضافة إلى العبء اللي عليهم، وبنفس الوقت يعني مهمشين إلى أقصى درجة.
يعني نتمنى تسليط الضوء عليهم من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان لهذا الجانب، ونفتقد إلى مثلا دار اليتيمات، نفتقد إلها، أو دار المتشردين أو المتشردات. وأنا أعرف يعني مثلا ست انتصار اللي هي مديرة تمكين المرأة بدها تعمل بهذا المجال وبدها تضغط بهذا المجال كحكومة كركوك، بس نشوف أكو تحديات ببعض العقليات اللي موجودة، تحديات بالقلة خلينا نقول الأموال المخصصة لهذه المديرية. ومع الأسف محافظة كركوك كانت مهمشة إلى حد كبير لأن لم تجرى بها انتخابات مجالس المحافظة. الآن وراء هاي الانتخابات راح يعني يكون يعني والنتائجها اللي طلعت إن شاء الله يكون عندنا محافظ بأسرع وقت، نتائجها تكون إيجابية جدا، لأن مثلا تكون اللامركزية. هذول الدوائر بدل ما يرجعون للوزارة يرجعون لمجلس المحافظة أو المحافظ. هذا الشيء المهم. الآن يعني بعض العقليات اللي موجودة بمحافظة كركوك يعني ضد مثلا دار اليتيمات أو ضد دار المتشردين أو المتشردات، ولكن الآن وراء يعني ما يتنصب المحافظة الكركوك ومجلس المحافظة يعينون رئيس، راح يصير عندنا حقوق أكثر ويكون بيئة أكثر ملائمة إن شاء الله. هذا اللي نحلم بها. أتمنى. تحدثنا عن دور الحكومة ودور دار الأيتام، هذا خلينا نتحدث عن نفسنا احنا، يعني خارج دار الأيتام احنا شلون يكون معاملتنا ويا اليتيم، شلون نوصل له الفكرة انه انا اريد اساعدك بس مو انه جاي استخطيك، لا بالعكس كإنسان يساعد إنسان. يعني اكو ناس ممكن يقدم له مساعده بس يقول خطيه هذا يتيم، يعني قدامه يقول له يعني نعم يصغر حجمه. شلون انا اقدر اتعامل وياه نفسيا بحيث ما اجرحه نهائيا؟ ممكن ما اقدم له فلوس ولكن اقدم له كم كلمه. نعم، هي يعني ما يحتاج احنا نقول مثلا احنا مرات نروح المدارس عندنا مساعدات نقدم لهم، نقول لهم دائما هذو يعني احنا نحكي ويا الكادر التدريسي نقول لهم يعني اللي فاقدين، يعني ليش احنا نستخدم هذا المصطلح اليتيم؟ نعم. اللي نقول فاقدين احد الاولياء الامور اللي وضعهم الاقتصادي مو زين، بعدين احنا لما نشوف نقول انتم الشطار اللي مثلا اللي ميزكم الكادر التدريسي، يعني ما اقول لهم والله انتم لان ايتام، اقول لي ان انتم الشطار اللي انتم بديتوا تتحسنون بالدراسه، نبدي نلعب وياهم بعض الامور وهاي. يعني انا لما احكي وياه ما اقول له والله لان انت يتيم، والله لا، لان انت خلينا نقول انت متميز، انت متميز مثلا بذكائك، بشطارتك، بتواصلك ويا المجموعه. يعني دائما نقدر نستخدم غير مصطلحات، واقول انت مثلا حتى ما اقول له مثلا اذا هو فاقد ابوه اقول راح ابوك انا اعرف راح ابوك يفرح بيك، راح ترفع راسنا لان انت ابن الاسد. يعني خلينا نقول له بهيك مصطلحات بدل ما اني اقول له والله يعني انت يتيم وهو ينكمش مباشره. لان انا شفت كثير من الاطفال وياخذون صور وياهم، يعني وليش؟ يعني إذا أنا أريد أساعده، لأن أولاً الدين وصى بالأيتام، ثانياً حتى من الناحية النفسية إحنا كإنسانية حتى شنو ما كان إنسان دينا، يعني حلو إحنا نساعد الأطفال لأن هم أبرياء. أنا مو ذنبي لأن أنا ولدت يتيم أو ذنبي أو أنا أي طفل، لا، إحنا الأطفال كلنا نحب نساعده ونحب هذا الطفل يفرح. أنا دائما لما أشوف البريق اللي موجودة بعيون الأطفال صراحة، أو أشوف لما نزرع ابتسامة بوجه الطفل، يعني أنا أفرح. يعني ودائما بأي لحظة هيك ألتفت أشوف هاي الابتسامة، مو والله لأن هو يتيم، هو طفل، هو ما له ذنب. يعني نتمنى احنا مو والله نقول لهم والله لأن أنت يتيم، انطي حب وحنان، احنا نحتاج حب. نعم. هذا اللي احنا نحتاجه. نعم. يعني كهذول الاطفال يعني لما نحتويهم، لما نبتسم بوجههم، يعني هذا الشيء المهم. مرات اكو يمكن
شوكليته أو يمكن بسكتاية يغير معنوياته من فوق الجو. مو أني أقول والله إيه لأن أنا صرفت عليه هذا المبلغ، لا، يحتاج حب وحنان، يحتاج ابتسامة، نصيحة. يمكن نصيحة تغير كل الحياة. أنا مرات أقول يعني هذول الأيتام ليش يراجعونا؟ مع الأسف إحنا يعني إلى حد ما واقع مجتمعنا مزيف. يمكن هذا الطفل ما لقى أي حب وحنان بأي أطرافه. يعني مرات الصبح أروح للدوام أشوف فوق الدرج يعني مثلا هذا الطفل اللي هو يتيم 16 سنة 17 سنة قاعد ودا ينتظرني، أو أشوفه دا يبكي وقاعد هناك لأن شاف الحب يمنع. يعني أتمنى الاحتواء كلش مهم. يعني أتمنى من الأعمام هذول اللي يعني ياخذون حضانة أطفال أولاد أخوهم أو أختهم، أتمنى ينطوهم حب وحنان. قد ما يحضنون أطفالهم يحضنوهم، أكلهم ما يكون مميز، يعني يأكلون مع بعض. أتمنى يهتمون بهم، يخلون يقولوا لهم هذا ابن الكبير، يعني ما يميزه عن البقية. احنا نتمنى هاي اللي انت تحكين عنه، ونتمنى الله يبعد عنا الحروب ان شاء الله، حتى نقلل من الايتام وشبابنا هم ما يروحون بهيك عمر. شكرا لك ست سرود، نورتينا. بالعكس اشكركم لتسليط الضوء على هاي النقطة المهمة اللي احنا الان بامس الحاجة إلى. نتمنى من حكومة الكركوك الجديدة ياخذون هاي بعين الاعتبار ويسلطون ضوء على هذول الأطفال، لأن احنا نريد مستقبل زاهر لهاي المحافظة وإن شاء الله، وهاي بجهود وتعاون الجميع. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. وبالطبع هستي يعني الأطفال اللي تأذوا ليس فقط أطفال العراق، وأيضا سوريا وأطفال والفلسطين الآن فلسطين. ولكن إذا تحدثنا عن الحكومة العراقية يجب أن يتابعوا هذه المواضيع ويكون خطواتهم جدية أكثر مع المؤسسات والمنظمات الدولية حتى أنه يساعدون الأطفال، لأن عدد اليتامى عدد هائل وخطير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم فقرات اليوم ومواضيع اليوم. أتمنى أنه استفادتوا واستمتعتوا ويانا. إلى حلقة جديدة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.